طيب الفترة اللي حضرتك قضيتها من 6 أكتوبر لحد 22 أكتوبر لحد ما تم وقف إطلاق النار ساعتها، أول يوم إحنا عرفنا أو حضرتك حكيت لي قبل الحلقة إن أول يوم ده مر عليك إزاي في حتة إن أنت خلص منك الذخيرة وخلص منك الأكل والشرب وكل حاجة خلصت في أول يوم. اول يوم ده كان يوم عصيب، ما كانش واحد داري بنفسه. بنضرب ونقاتل وبنهجم وبنعمل كل ده واحنا مش في سوريا. دبابات ومدرعات ومدفعيه واسلحه صغيره وطيران، كله بيضرب واخد بالك، عباره عن جحيم. ومعانا دلوقتي صورة شهادة التكريم أو سام الشرف، احنا يا ريت زمايلنا في الإعداد لو يقدروا يعني يكبروها أكتر عن كده عشان الناس تقراها وتشوف. شوف التكريم والشرف عند الله، أكيد ربنا هو اللي عارف احنا عملنا ايه وخدنا ايه. لا انتوا لولاكم احنا ما كناش قاعدين هنا. أيوة. هنا النهارده في الاستوديو ما كناش هنبقى قاعدين ابدا. ما كانش ليا ولا يبقى في حاجه اسمها قناه حدث. انا كان معايا بصوب الدور بس مع الدراسه تنحى رحنا اتطوعنا. محدش عارف قيمتكم غير اللي عاصركم. مصر دوله مصر ينقصها انها يعني توضح ايه هو حرب اكتوبر ويتدرس في الجامعات والمدارس بطريقه حرب اكتوبر دي معجزه الهيه من عند الله. معجزه فعلا يعني. ان هو كان بيسمى جيش العدو بالجيش الذي لا يقهر.